المعلومة الأولى إن العالم اللي إحنا عايشين فيه ده بينقسم ليابس ومية. اليابس ده متمثل في القارات، أنا عندي 7 قارات، أكبر قارة هي قارة آسيا، وأصغر قارة هي قارة أستراليا. تمام. المعلومة التانية أنا عندي 5 محيطات، المحيطات أكبرهم المحيط الهادي، وأصغرهم المحيط المتجمد الشمالي. الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. طيب مصر بقى بيحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الجنوب دولة السودان، ومن الغرب دولة ليبيا، ومن الشرق 3 حاجات: البحر الأحمر، خليج العقبة، دولة فلسطين. موقع مصر ده مهم عشان هو بيقع في قلب العالم القديم اللي هم 3 قارات: آسيا وأفريقيا وأوروبا. الموقع الجغرافي المتميز يا صديقي حصل 3 حاجات: أول حاجة قيام الحضارة المصرية، تاني حاجة قيام النشاط التجاري ما بين مصر وما بين غيرها من الدول عن طريق نهر النيل، وتالت حاجة قيام التجارة الدولية في مصر مع الدول الأخرى. يا صديقي يعني إيه حدود دولية؟ الحدود الدولية دي هي خطوط بتفصل ما بين الدولة اللي أنا عايش فيها والدول الأخرى. صديقي لو عجبك الفيديو إن أنت تشترك في القناة، عشان إن شاء الله هنزل لك فيديو فيه أسئلة على الجزئية اللي احنا شرحناها دي بسرعة. متنساش تعمل لي لايك وتشترك في القناة. سلام.